السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي كيعانيو من الكزيمة أو الصدفية، ولا شامبينيون، يشوفوا عند اللي عنده اللي حتى شي مرأة ولا شي وحدة ولا شي واحد داخل في الشركة ديال أنابيلا كيبيعوا المنتوجات ديال أنابيلا. أنا ماشي شغلي في الشركة ولا أنا كنهضر على المنتوج اللي إفيكاس اللي كيعطي فعالية مزيانة، لأن بالتجربة وبالتجربة عندي في الدار. الدري كان عنده الكزيمة ودرناها ليه وتحيد. يدير هاد ميكوزون. هادي الاولى. الثانيه، الناس اللي عندهم هاد الصدفيه ولا الكزيمه ولا التشققات ديال الرجل، يديروا زيت الكافور ويل كونفري مع ويل دوريسان زيت الخروع مع الفازلين بيور فازلين خالص بدون اضافات. يديروا هاد الميلونج هذا ويبقاو يدهنوا المناطق حتى الحبوب اللي ما كيبغيش يبرى، ولا الالتهابات الركابي مفاصل. هاد ويل سميتو مزيان. التركيبه هذه مزيانه البروده حتى هي الروماتيزم ولا الروماتويد، مزيانه ليهم مزيان. فيها افاده. اللي كيهم لينا هو الناس يبراو ماشي شغلنا في الشركه ولا. السلام عليكم. حتى الناس اللي عندهم الحبوب، كاين نوع. واحد المرة كان هضر معايا شي واحد من فاس على شي دريه كان عندها الحبوب في الصحه ديالها كاع ما غيب ما براش. قال لك عينا بالادويه، ما استعملنا الادويه بزاف ما كاين حتى حاجه. ولكن فاش قلت لهم ديروا غير زيت الكافور، خصوصا زيت الكافور بوحدو، زيت الكافور بوحدو داروه بداو يدهنوا به داك الحبوب وهو يتحيد في مره. يعني زيت الكافور عنده واحد الفعاليه في العلاج مهمه جدا، ولكن حنا ما كنستعملوش ما عرفتش علاش. السلام عليكم ورحمه الله.